السلامي الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم أنقل إليك تحيات إخوانكم هناك في المملكة العربية السعودية التي وقفت وتقف وستقف إن شاء الله، وسيكون هذا الوقوف عنوان هذا الالتحام الدائم المستمر على طريق الخير والحق والهدى بإذن الله رب العالمين. كما أنقل إليكم تهاني سماحته على هذا الانتصار العظيم واندحار الباطل، وعلى وقوف العالم كله مؤيدا لهذا الحق الذي حاول أن يغتصبه هذا الظالم الآثم عليه لعائن الله في الدنيا والآخرة. ثم إنني وجدت هذه مناسبة طيبة وأنا أقف بين يدي سموكم الكريم لأعبر تعبيرا شخصيا عن هذا الذي جرى وما كنا نتوقع أن يجري، وعن هذا الذي صار وما كنا نظن أن يصير. جئت أهنئ وأبارك وأقول: كويت يا درة عقد الفخار وواحة الأمن وعيش النضار، ماذا جرى؟ كالحلم مرت بنا أهوال منها العقل كم يستطار، ماذا جرى؟ كالوهم مرت بنا أحداث منها كم يشيب الصغار، ماذا أرى؟ إني أرى منظرا للهول فاق الهول يوم التتار، هول ولا شك سريع الخطى، ظلم ولا شك قبيح الشعار، كويت لا عاش الذي نال من وجه صبيح منك مثل النهار، ولا رعى الله الذي مزقت أزلامه القربى وحسن الجوار، ذاك الذي لله لا منحنى يوما وفي درب الطواغيت سار، يا دملا في أمتي يا جالبا كل عار، جاوزت في الطغيان كل المدى آذيت بالعدوان حتى البحار، فتلك أطيار البحار ارتمت صرعى على الشطآن من فعل قار، وليس قد قتل الطير مستغربا من مجرم داس بكل احتقار كل المعاني الشم بلغى لها ولم يقم للدين أي اعتبار. يقول لي أهل الكويت الأولى عاشوا لظى الأهوال في كل دار، ما مر لا ننساه إن الذي قد مر بركان على الكل ثار، بل إنه الزلزال هز الربا فلا تسل عما جرى من دمار. ماذا يقول الناس بعد الذي قد صار من هدام أدنى الديار؟ ماذا يرانا الناس بعد الذي من ناقض الميثاق والعهد صار؟ أأمة نحن لها شأنها والجار فينا همه أكل جار، أأمة نحن لها وزنها واللص فينا اليوم حامي الذمار، أخزيتنا في الناس يا فاجرا جعلتنا مما جرى في انكسار، عجيبة والله أحوالنا فنحن لا نعلم حجم الخسار، حقيقة الخسران خسراننا لديننا وأننا لا نغار، فالدين يا قوم التزام ومن لا يلتزم بالدين يجني الثمار، وما جرى من بعض أسبابه أننا ملأنا ديننا بالغبار، فالدين ما عاد لدينا سوى شجيرة بادية الإصفرار. يا قوم إن الأمر في أصله له ارتباط بالمعاني الكبار، إن الذي حل بنا فتنة من ربنا لما رأى الإزورار منا عن المنهج، ذاك الذي من حاد عنه يبتلى بالعثار. يا قوم لا تستوردوا منهجا، دوروا مع الإسلام من حيث دار. يا أمتي لا تركضي خلف من لا يعرف الله فبئس المسار. يا أمتي إني أخاف الردى عليك في الدنيا ودار البوار، دعوا الربا يا قوم إن شئتم نجاتكم ولترجعوا للخمار، بل حكموا القرآن في كل ما شأن فهذا الدرب للانتصار. ويا كويت اليوم لا ترجعي من بعد نصر الله
للاغترار ببهرج الدنيا وما قد حوت، لكن على التقوى فشد الإزار. ويا كويت اليوم لا بد من عود إلى الله مع الاعتذار لكي تنالي رفعة في الدنا وتنعمي بالأمن والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.